في وسط هذه الظروف الغامضة التي تحتاج إلى الدفء الشديد، بعد مراجعة نفس الفترة قررت العودة مرة أخرى بأكتر حاجة بحبها بعملها هنا، مستر ليج. اللي كان متابع من زمان هو عارف إن أنا كنت عامل مستر ليج أكتر من مرة ورحت دربت أكتر من نادي، والدنيا لم يتم التوفيق على أي حال في المرات السابقة، ولكن أوعدكم بوجه جديد وتدريب جديد وخبرات جديدة، نجاح جديد، تجربة جديدة، مستر ليج جديد. اعمل لايك واشترك في القناة يا محترم عشان خاطر هتشوف حاجة أوعدك. والموضوع كله بسيط جدا، احنا بنلعب هنمرن فريق هناخد بيه كل بطولات الدنيا والآخر ان شاء الله. فانت اعمل لايك، خلي الدنيا اول حلقة دي تمشي حلو كده عشان خاطر اللي جاي كله يبقى في اللذيذ. الجو ساقعة، جيب اعمل كوباية شاي، اتفرج ان شاء الله. هنعمل سلسلة مستر ليج بفريق مفاجأة، يلا بينا. المفاجأة الكبرى طبعا ده وجه زيزو، لكن ده انا طبعا المدرب الكبير بص هوريك. بص مين المساعد بتاعي، سلم على برونو، انت اول واحد هتمشي من الفريق. ده انا طبعا زيزو كازميرو حبيبي، اتشرفت بيك. سيب الموبايل يا قليل الادب، سيب الموبايل يا بص. انا هقول لك كلمتين يا ابني للي جاي مش اكتر، يا انا يا انت. بص مين المساعد بتاعي، زيزو. مين هذا ده ايه انت؟ عم حارس، عم حارس انت. اوكي يا حارس حبيبي. بص ورا، بص ورايا بس. بص هجيبك انا. بص اهو، شفت جوارديولا؟ ده جوارديولا المساعد بتاعي. طبعا احنا عاملين تيم محترم جدا، بوكيات ان شاء الله مع اليونايتد، فريق جديد ان شاء الله. تعالى طبعا حقك طبعا كإدارة ان انتوا تتكلموا معايا في نقطة مهمة. بصوا الموضوع بسيط جدا، انتوا نادي واقع، بتنهاروا، حقك تناقش معايا اهداف الموسم، ولكن لازم تعرف قيمتك وسط القيمة الفنية اللي انت جاي تاخدها من مدير زي. انت بتتكلم في ان انت عايز تاخد الدوري، ودي احلام، يعني اقدر اقول لك ان دي احلام. احنا هنبني فريق، لو ما بناش فريق انت هتقلني وتطلع تشتموني، فخلينا نمشيها خطوه خطوه عشان نكون مع بعض. اوكي طبعا بص انا يعني والله انا بتكسف جدا، خلي بالكم ولا جوارديولا عادل لي المايك، انا هدوس عليك اللي جاي. اوكي انا بشكركم جدا. الشعور تولي نادي جديد ده دايما بيكون شعور مميز، شعور مختلف. انتوا بتسألوني اسئلة، احب اقول صحفي اللي سأله انت ما عندكش مهنية، انت واقع، انت لا تفقه شيء. دوري ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انت عارف قبل معنى الحب احنا نحترم الفرق التانية. اليونايتد قادم، وده اللي اقدر اقوله للكل. الكرة الحلوة، انا احب الكرة الحلوة، يعني ما يهمنيش ان انا اكسب، ده ليه بعد تاني، ولكن يهمني الكرة الحلوة. يهمني ان الجماهير اللي جاية دافعة فلوس التيكت تتراضى عشان نبقى كلنا مستنفعين. انا بشكركم جدا، ولينا لقاءات تانية ان شاء الله في مطوشة تانية. شكرا لحضرتك. اتفضل. اول فقرة دي احنا محتاجين نبص على لاعبين. بص ايه ده اونانا؟ انت فين ايدك فين اونانا؟ انت بتتنطط يا ابني، اثبت. فين ايدك؟ يلا انت هتصد بايه؟ قوم اقف. يلا فين ايدك؟ يخرب بيتك. طب دي اول مشكله لازم نكتبها. مارتينيز، بص اللي فات في مسيرتك حاجه ومعاه حاجه. دي ليخت طبعا صفقه محترمه جدا، حي اللي جابوك، وحي اللي خلفوك كمان. مزراوي اللي جاي مع بعض فريق تاني. لوك شو يا ابني، انا هعمل منك باك وهاف وراس حربة ان شاء الله. كازميرو انت عمود، انت يعني خلاص. بص يا ماينو، انا احب جدا اللعيبه الشباب، بس انت ما بحبكش. بص يالا يا اصفر يا حقودي الدون يا كلب السكك، دول الثلاث صفات اللي اقدر اوصفهم لك يا برونو. انا وانت يا ابني مش هنتجمع في فريق. بص يا انطوني، انا ما عنديش معاك خلاف، بس راسك دي مش هتنفع معايا في اوضه اللبس. راسك دي هتسبب لي مشاكل، انا مش هعرف اتكلم مع اللعيبه، وانت يا ابني مش هتلعب. فيعني ان شاء الله انا وانت نعرف نوصل لحل. جرناتشو، انا يا ابني بحبك، ولكن انا عندي عقده مع اللعيبه اللي من غير جيم فيس، فانا وانت مش هنعرف. يعني انا كنت اتمنى يكون عندك جيم فيس ونقدر انا وانت ما تتنططش وانا بكلمك. اتفضل يا جرناتشو على البيت. هويلاند، انت يا ابني مهاجم قناص فعلا، ما كذبش اللي قال عليك مهاجم قناص.
اللي جاي سواء على الكل. يعني انا مش عارفك، بس احترمك. ما تتنطط، انتوا بتتنططوا ليه؟ هو انتوا مشربينكم حاجه قبل ما اجي ولا ايه؟ ليندلوف، انا يعجبني يا ابني شعرك، يعجبني شعرك جدا. مش عارفك اماد، ليك جيم فيس، وصغير في السن، ودي مؤشرات كويسه جدا ليك. بص مرابط، يعني اوعدك لاجل كل المغاربه انا هسيب، ده اللي اقدر اوصفه. مارسيال انت يا ابني مهاجم، مهاجم زي ما قال الكتاب، واوعدك يا ابني ان ده اخر يوم ليك في النادي ان شاء الله. بالتوفيق. اريكسن، انا بحترم دقنك، بحترم الوعكه الصحيه اللي تعرضت لها. ان شاء الله خير يا اريكسن. معلش، انت راس حربة يا ابني، جايبينك تخليص حق، فمش عليا، يعني الكلام ده مش عليا. فانا وانت هنعرف نتعامل مع بعض كويس جدا. على الاوضه تعالى، انا عايزك. بص يا ماونت، انت رموك في تشيلسي يا ابني، انا هعرف الدوري الانجليزي كله قيمتك مكان العاقل اللي اسمه برون. مين اللي حلق لك كده؟ لا ايه ده؟ اقف لك كده. يلا ليه تعمل في شعرك ده؟ يخرب بيت شكلك. انا هسيبك عشان تضحكنا بس. مكتومنيه، محترم. انت يلا مش في نابولي؟ انت في نابولي. لا مكتومنيه، يلا انت هتمشي يا ابني. بص، بحكم سنك انت كنت مرمي في كل الانديه، مش هتيجي عندي، انت فاهم يعني؟ انت مش هتيجي عندي يا ابني انت. طب احترم سنك بالتنطيط اللي انت بتتنططه ده. بص، انا اوعدك كلمه مني الراجل، هتبقى نجم الدوري ان شاء الله. احترم سنك طبعا ايفنس، انت مالكش مكان معايا معلش. بص، لو هتبقى احسن مدافع في العالم مش هتقعد معايا في فريق دالوت. انت دكه المزروع يا ابني، وهتبقى دكه محترمه جدا. انا هعرف العالم كله يعني ايه لعيب دكه ان شاء الله. كده احنا اتعرفنا على الفريق، كده احنا اخدنا فكره عن فرقتنا. نحتاج نروح للفقره الاهم من كل ده، وهي الصفقات اللي هنحتاجها بعد ما نعمل التشكيل. طيب، انا رسيت على في المراكز اللي محتاجه راس الحربه والوينج اليمين ونص الملعب، رسيت على 4 لعيبه منهم. يعني في راس الحربه مارتينيز بالنسبه لي انسب اختيار ممكن يكون موجود. عايزين نطلعه بقى من حته الدوري الايطالي والانتر بقى والميلان واليوفي، لا نخليه بقى يلعب كوره في الدوري الانجليزي شويه. عندي الوينج اليمين نيك ويليامز، 19 سنه، لعيب تحفه، امكانيات جباره. وفي نص الملعب عندي مفضل ما بين نكونكو، انا بحب اللاعب ده جدا واسلوب لعبه، وديبول لعيب شمحطجي، لعيب يقدر يمسك نص الملعب، يقدر يتعامل مع العربجيه بتوع الدوري الانجليزي. لكن خلينا ندخل في مفاوضه مع اللعيبه ونشوف الاربعه ايه الكلام معاهم. طبعا عشان تكون انت معايا في الصوره، في بطوله وديه كده، ايه لعب عيال يعني، فانا طبعا مش هلعبها عشان خاطر دي بتهيئ الفرق، واحنا فرقتنا مش محتاجه تهيئ، يعني احنا فرقتنا جاهزه خلقا. فاحنا بقى نعمل سكيب للثلاث ماتشات دول وننجز حالنا. اول ماتش خسرنا 2-0. طيب، الاربع لعيبه وافقوا طبعا، عرض ما يحلموش بيه. فاذا احنا هنوافق على مارتينيز، وهنوافق على نيك ويليامز، وهتبقى المفاضله بالنسبه لي ما بين ديبول ونكونكو. انا هروح مع ديبول، مع اني بحب نكونكو جدا، بس يعني احب الواقعيه شويه في الصفقات، اللي هو ايه مثلا ممكن يحصل، انت فاهم؟ فانا هروح مع ديبول، ويبقى اذا الثلاث صفقات اللي احنا محتاجينهم في البدايه كده في الرايق: مارتينيز، ديبول، نيكو ويليامز. اتفرج بقى، خش يا عريس، خش يا عريس. افتح الباب يا جوارديولا، افتح باب وقف ورا. ايوه، لا لو طارب موبايلاته والشغل. سهل حبيبي، اخبار حضرتك؟ عامل ايه يا لو طارب؟ اخبار امك؟ كلكم كويسين؟ خلي بالك انا عرفت ان في عصابه اتهجمت عليكم، فانا قلت عايشك هنا عيشه نضيفه ولعب نضيف. حبيبه لو طارب، نعمل شغل عالي سوا. نزل رجلك مع الكوره وانت واقف جنبي. انا اللي حاطط رجلي. ماشي خلاص، اسمعش حسك. انا بقى يعني اللي جاي هيبقى سواد على كل الانديه. حبيبي لو طار، انا مبسوط بيك جدا يا ابني، انت وباقي الشباب الحلوه. يلا خلاص ما تكترش. تاني ماتش اتعادلنا مع البايرن، حلو جدا، مبسوط جدا حبيبي. اما عن تالت ماتش كسبناه 2-0، وده يكون ترتيبنا تاني مجموعه، ولا يعني لي شيء، ولا البطوله دي تفرق معايا فين في ايه. يلا بينا على اول ماتش في الدوري الانجليزي قدام تشيلسي، واتفرج على اليونايتد الجديد بقى. ويلكم اول في البول ان شاء الله. ايوه مدير. لوتار، بخصوص موضوع لوتار، بص اقول لكم على حاجه، من هنا لحد نهايه السيزون محدش يجيب اسم لعيب من لعيبه على لسانه. تمام اللي هم بلغت انا يعني.
محدش يبقى يشغل باله، محدش يتكلم فيما لا يعنيه، سمع ما لا يرضيه لو سمحت. انا بوضح لكم. بص يا شباب، البداية هي البداية. لو ما كناش عارفين احنا عايزين نعمل ايه، مش هنعرف نقول للناس احنا عايزين نعمل ايه. انا مش عايز هزار، مش عايز ضحك، مش عايز اي استهتار بالخصم. نلعب قدام فريق كبير تشيلسي، يا نعرف الناس ان في قلق وفي عوق باقي الموسم، يا اما الموسم كله تمام. ركزوا، العبوا زي ما علمتكم، سقفوا، ادخلوا على الماتش. يلا يا رجاله، بالتوفيق ان شاء الله، بالتوفيق يا رجاله. طبعا جماهير الاولد ترافورد بترحب بالمدرب الكبير بولا سمير. يا ابني ايدك فين يا حبيبي؟ بص فريق بقى، بص بقى الروح، بص بقى لما المدير الفني يبقى عارف قيمه الفريق اللي هو فيه. طبعا تشيلسي هنكسركم ان شاء الله. ايه ده فينالدوم؟ ده طبعا فريقنا بالدكه طبعا، ليندلوف، دالوت، اريكسن، ماينو، هويلاند، امر. طبعا تلاقي الاعلام دلوقتي بيقطع فيا عشان خاطر اللعيبه اللي مطلعهم بره القمه، لكن لا يعني شيء، ما بيهمنيش الاعلام. خلينا ناخد نظره بسرعه عن تشيلسي. طبعا فوفانا، تشيلويل، جيمس، رونالدو، فرنانديز، سانشو، مين؟ جاكسون. اوه جاكسون. نو، اقل انا كده، اقل كده انا أقل. طبعا احنا مش عايزين نلبس جون بدري لانها تكون مشكله، ما احنا مش عايزين ايه ندخل في الحته دي في البدري. حلوه ليك، ولا ركنيه دي، ركنيه. ايه يلا الحلاوه دي، ايه يلا الحلاوه دي، شكلك هتخش اخد الملعب. لا يا راجل انت، ولا طلع عندك ايد ولا يا ابن اللعيبه. انا عارف ان ده يحصل. هي دي لو طاروا. انا جايب لو طاروا، ما تشككنيش في نفسي. يعني انت مش هتضيع دي لو طاروا. اديها له، اديها له لو طاروا. دي تاني واحده يا ابني، بيلعبوا لعب وحش. ماشي يلا كزمان. بتاعتك لوكشودي. يلا رفعي من بتوعك، واحده من بتوعك عشان ما دول بتوعك. ايه صفر يا حاج، صفر بقى، صفر، خليك جدع، صفر. ما تصفرش، ما تصفرش، ما تصفرش، ما تصفر. انا ايه ده؟ الله طلع مجنون. انا مون لما اقول كلمه من بقي هكسر الشاشه. انا عارف، انا عارف لعيبتي، انا عارف لعيبتي. كده تقدر تصفر طبعا بدون اي تبديلات او تعديلات او اي حاجه. يا ابني مش سايت، ده نايم يا ابني. مش اوف سايت، مش اوف سايت، مش اوف سايت. يلا لو طار، يلا لو طار، يلا لو طار، يلا لو طار، يلا لو طار. انا شككوا فيا، شككوا فيا. الله يا ابن اللعيبه. بص احنا كده ايه، نرجع نقفل، مش عايز اي شغل. يا ابن اللعيبه، توقعتهاش دي. احلى شباب، احلى ماونت ونيك ويليامز في الدنيا كلها. يلا بقى قمض، يلا ماينو، تورينا واحده، تورينا واحده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ معايا صواريخ. انت يا ابني بتحتفل يا ابني، انت شايل اتنين. انا حقيقي، انا لازم احييك. جود جوب، جود جوب لو طاروا، جود جوب لو طاروا جدا يعني. جود جوب يعني، حقيقي يعني لو طاروا. اداء روعه في اول مباراه ليك. جرب شوت، انا ما عنديش مشكله يعني مش هتضرني. ماشي يعني عادي، مش شاغل بالي. الانتصار الاول المكافئ. طيب بعد لما قعدنا حساباتنا كده مرة أخرى، ولقينا إن ما عندناش بديل على الدكة كويس للوينجين يمين أو شمال، فقلنا نجيب حد يلعب إيه في الجبهتين. فأنسب اختيار كان ريتشارلسون من توتنهام، اختيار بوم. ولقينا إن مفيش حد طبعا لكازميرو، وده ما يقدرش يكمل معانا الموسم كله، ممكن يموت. فلوبوتكا من نابولي
حاجه ايه تجيبه، عارف اللي هو ايه، وما ما ترجعش وراه. فجبنا صفقتين كمان، ريتشارلسون ولابوتكا، الاتنين دكه. وخلينا ندخل على الماتش اللي بعده ونشوف الدنيا فيها ايه. قبل ما ندخل على الماتش اللي بعده ونيجي نفور الفريق، تتكلم عن هويلاند جاي العرض، ومارسيال وانطوني وبرونو فرنانديز من برشلونة. مبروك عليكم هذا البرغوث والصعلوق. اتكلم عن اريكسن، انا كده كده عايز دكة واحد بس الماونت، ممكن نسيب اريكسن دلوقتي. مكتومنية انا كده كده جبت ديبول، وموجود ماينو، موجود مرابط. عايزين نطير حد من الاتنين راس الحربة. انا اشوف نطير مارسيال، مش هياخد زمن وزمن غيره الصراحة يعني. وهو افضل لاعب في اوروبا هو ليفاندوسكي، اختيار موفق ان شاء الله. طبعا المباراة الاخيرة مع برينفورد، طبعا حلقة يمكن بسيطة فيها بقى ايه الانتقالات والنادي والدنيا دي كلها. فخلينا كده احنا ثبتنا التشكيلة الأساسية وثبتنا الدكة، كده مفيش أي حاجة محتاجينها، ولا صفقات ولا نمشي حد. اللي في كام لعيب كده ايه هنطرقهم كده مرضية قوي كده. نقدر نقول حطينا ايدينا على الجيل الذهبي لليونايتد ان شاء الله. طبعا ملعب صعب، ودي الظروف الصعبة اللي بتواجهها في الدوري الانجليزي. ملعب برينفورد فريق صعب، عنده عناصر شابة كتير، لكن هياخدوا على دماغهم ان شاء الله. يلا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، لا 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 لا, لا. يا لو كان في فكرة هنا اسمها محدش فهمها، ولا انا فهمتها والله، ولا ابن اللعيبة، لا يا لا 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 لا. بص نيكو ويليامز، انا مش هقول اسمك الاول، لا خلي بالك عشان انت يعني شبهه الصراحه. بص دي بقى فكره، بص بقى دي، بص دي، بص دي، بص دي، بص دي. الماتش ده اللي هيجيب الجون هيبقى ويليامز. نخطف واحده زي بتاعت ماونت الماتش اللي فات كده، نخطف دي، نخطف دي، نخطف دي. ده احنا وحشين، ده احنا وحشين قوي على اي حد، على هداف الدوري. لو طاروا جايين بالسلاح، جايين صفرة خلاص، صفقة ايه ده، لا لا لا. يلا بينا على الشوط التاني. الشوط التاني مقولة دايما ايه احبها قوي، الشوط التاني كلام تاني. بص بقى، بص الجون ده، انا مكسوف، انا مكسوف من نفسي. بص انا قلت ايه، انا كلمتي تتقال تتكتب. اللي هيجيب الجون هيبقى ويليامز. انا خلاص الجاي بتاع اليونايتد على ايدي ان شاء الله ان شاء الله. بص دي، بص دي وحشه دي، بص دي، بص دي. ثلاث تبديلات، ريتشارلسون وإريكسن وماينو عشان نفوق الفرقة كده. حط على ريتشارل، حط على ريتشارل. انا طب ليه؟ طب ما احنا كنا ماشيين حلو، كنا هنتفن كل، ولا كان لسه نازل وكان. طيب انتوا تحبوا بص، ولا اوف سايت ولا نيله، انتوا منكم لله، انتوا فسده فيها بقى. مش هلبس جون، مش عايز البس جون الصراحه، تبقى بايخه وملهاش لازمه، انت فاهم. ونانا نجم العالم، مش لاقي حاجه اقول، مش لاقي يعني. حقك يا ويليامز، حقك يا نجم، حقك يا معلم. انا اتنبأت لك يا ابني قبل الماتش. طبعا ترتيب الدوري 6 نقط بس، يعني في 5 أندية 6 نقط، نيوكاسل ونوتنجهام وارسنال واحنا والسيتي. ماشي. بصوا احنا هنراجع الفريق لاخر مره، احنا مش محتاجين تقريبا صفقات خالص في كل المراكز. احنا عندنا بدل اللعيب 2، فانا كده راضي جدا. لو هنمشي كام لعيب وكده تبقى مرضيه. وهنا نكون نهينا الحلقه الاولى من مستر ليج يونايتد. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، واتمنى تشجعوني على قد ما تقدروا، لايك، اشتراك في القناه، باي حاجه تعملها يا اخي. يا اخي انا راضي باي، يا اخي اقول لك على حاجه ما تتفرجش. وهنا ننتظر الحلقه القادمه ان شاء الله، يبقى في متوشه اكتر من كده. الحلقه دي عشان كان فيها احداث كتير، ولكن اتمنى تكون الحلقه عجبتك، ده الهدف الاساسي.
وهنا اقدر اقول لك سلام سلام سلام.